بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنيسة النهاردة بتحتفل باستشهاد أحد الآباء العظام القديسين والشهداء، أنبا مقار أسقف إدكو، ودي أبروشية كانت قريبة من اسكندرية. وأنبا مقار هو أحد الثلاثة مقارات الكبار اللي بنذكرهم في مجمع الكنيسة في القداس. هو أنبا مقار الكبير، والقديس أنبا مقار السكندري، وأنبا مقار أول شهيد استشهد من أجل الإيمان الذي أرادوا أن يسيطروا على الكنائس بإيمان غير الإيمان المسلم في خلقدونيا، فاستشهد القديس أنبا مقار في الإسكندرية لأنه رفض هذا الإيمان. والفكرة العميقة أنه هذا الاستشهاد كان برؤية أيضا، مما يؤكد أن السماء كانت ترى هذه الأمور، وكان الشهيد يعد له إكليل. وده أكد لنا أن خلقدونيا كانت صنيعة الشيطان، وأن في خلقدونيا تآمر ملوك الأرض، وتآمر أيضا أسقف روما لاون، وتآمر أساقفة نساطرة من أجل تغيير الإيمان المسلم. اختاروا البابا ديوسكوروس أحد الأساقفة الوفد اللي كانوا معاه، وكانوا بعض المراجع تقول 12، بعض المراجع تقول أكتر من كده، لكن الأنبا مقار اختار بابا ديوسكوروس نظرا لقوته في الإيمان ونظرا لقداسته أيضا. فيقولوا هو كان يرى خطايا شعبه، وكثيرا ما كان يبكي من أجل هذا. وهو رايحين خلقدونيا ظهر يوحنا المعمدان وأليشع النبي بابا ديوسكوروس، وقالوا له قول لأنبا مقار إنه هيستشهد وجسده هيكون معانا. وده حصل فعلا، لما استشهد جسده دفن مع القديس يوحنا المعمدان والقديس وأليشع النبي. أنبا مقار كان قويا في الإيمان، لم يتهاون، لأن في 4 أساقفة تهاونوا في مجمع خلقدونيا من أساقفة كنيستنا، وتحت الضغط وتحت الإرهاب اللي تم في خلقدونيا وتحت التهديد من ماركيان وبوليكاريا لم يستطيعوا أن يثبتوا في الإيمان. هناك من باع لأجل التهديد، وهناك من باع لأجل مكاسب مادية، أما الذي يثبت فهو الذي استطاع أن يتنازل عن كل شيء لأجل الإيمان. للأسف كتير الفترة دي نسمع محاولة تسطيح وتدفيه الخلاف اللي تم في خلقدونيا، ومحاولة إظهار أن خلقدونيا كانت خناقة بين مجموعة الأساقفة اللي يتزعمها بابا ديوسكوروس، كان بيتخانق من أجل ذاته، وكان اختلاف تعبيرات لغوية. الحقيقة اللي حصل غير كده، بدليل ان لو انها كان ذات، طب الأنبا مقار أسقف إدكو اللي استشهد النهارده ده نياحته ده كان برضو ذات. لو كان فكرة بس تحزب، يعني هل يستمر التحزب في أنحاء العالم كله، في أنطاكيا وقسطنطينية ومصر وأورشليم، صراع لأجل الإيمان؟ وهل لو هو مجرد اختلاف لغة، تفتكر البابا ديوسكوروس ما كانش بيعرف يوناني، وهو أصلا كان متربي على اللغة اليونانية في اسكندرية، بل هو كان اللغة اليونانية عنده أقوى من اللغة القبطية. في أحد الرسائل بعتها للأنبا شنودة رئيس المتوحدين، قال له ترجم الرسالة دي للقبطي أنت، علشان لغتك القبطية أقوى مني. كان باعت رسالة لأن في راهب أورجاني يعني تبع أورجانوس،
تغلغل في البرية في برية الصعيد، وكان بينشر فكر الأورجاني، فبعت يحرمه بأسباب حرمان، فقال له ترجمها للقبطي، فكان يتكلم يوناني. وحتى ولو هل هو فقط الذي لم يدرك يوناني، طب والآباء القديسين الباقيين سواء في أنطاكيا وسواء في أورشليم لم يدركوا تعبيرات يونانية؟ وحتى بعد عصر البابا ديوسكوروس قديس ساويرس الإنطاقي وماري فلوكسينوس أسقف منبج في العراق، وآباء كتير جدا حاربوا خلقدونيا لحد النهاردة. خلقدونيا كانت مؤامرة شيطانية لمحاولة تشويه الإيمان المسيحي، محاولة جعل الإيمان المسيحي مفرغ من قوته. تخيلوا لو أن المسيح الذي على الصليب لم يكن هو الإله المتجسد، لكانت ذبيحة الصليب تكون ذبيحة محدودة، يعني لا تصلنا، لأنها بتصل لأنه محدود. اللي على الصليب ده محدود، يعني شخص واحد. أما الإله متجسد غير محدود، وغير محدود معناه قادر يفدي كل البشر. اللي ابتدى الفكرة دي نسطور ده أحد تلاميذ مدرسة أنطاكيا اللي كان مؤسس أفكارها واحد اسمه ثؤدوريت المبسوستي أو أسقف ميسوس، بيسموه ثؤدوريت الميسي. ودول مجموعة كلها فكرها منحرف. بالمناسبة نفس المدرسة دي اللي خرجت أريوس، خرجت نسطور. في ليلة عيد الميلاد وقف وقال أن المسيح له طبيعة مزدوجة وكرامة موحدة. هم بيحطوا كلمة واحد دي بصور أخرى علشان يخدعوا بيهم البسطاء اللي ما يعرفوش لاهوت. قالوا أهو بنقول واحد، لكن نسطور وكثيرين إلى النهاردة يقولوا الكرامة واحدة ولكن الطبيعة منقسمة. ويقول إن العذراء ما هياش والدة الإله، العذراء والدة المسيح، فسماها خريستوتوكوس، مش سيوتوكوس، خريستوتوكوس تحمل المسيح. وقال إن العذراء ليست والدة الإله لكنها والدة الإنسان يسوع. وكانت أفكاره هو إنه لم يحدث اتحاد تام بين اللاهوت والناسوت في طبيعة المسيح الواحد، ولكن يقول اللاهوت كان يستخدم الإنسان يسوع لأعمال لاهوتية. لما نشر الفكر ده هاجت القسطنطينية، ووصلت الأمور للبابا كيرلس الكبير. والبابا كيرلس الكبير بعت رسائل ليه في منتهى الرقة ولكنها تحمل إيمان قويم، وقال له راجع إيمانك من تاني. هاج نسطور ورد على البابا كيرلس بتعبيرات لاهوتية أخطر وأسوأ، فقال أنا أعبد هذا الإنسان الرجل مع اللاهوت مثل الثوب الأرجواني الذي للملك وآلات الإصلاح. يعني إيه؟ يعني هو المسيح يعبد ولكن لأن حلول اللاهوت فيه، بس كان زي الثوب، يعني ناسوت المسيح كان زي الثوب الخارجي. وقال أن اللاهوت لم يتألم. قلنا له قال إذن الذي على الصليب لم يكن إلها، كان إنسانا. رد عليه البابا كيرلس برسائل، وصلت الأمور إلى الإمبراطور وقتها سودوسيوس الصغير وأخته بوليكاريا. وحاول نسطور لأنه كان له أتباع جوه القصر إنه يأثر على الإمبراطور. بعت البابا كيرلس رسائل لي ورسائل الإمبراطور، وقال كده هو: نحن لا نخلي الناسوت من اللاهوت ولا نخلي الكلمة المتجسد من ناسوته. من بعد الاتحاد الفائق للإدراك والذي لا يمكن تفسيره، نعترف بإله واحد
من طبيعة، نعترف بطبيعة واحدة من طبيعتين، لا لهدم الطبيعتين ولا باختلاطها، بل باتحاد فائق الإدراك. يعني الطبيعتين كائنتين ولكن في شخص المسيح بطبيعة واحدة. ويقول هذا الاتحاد فائق الإدراك، يعني ما فيش حد ممكن يدركه. وما نؤمن به هو ما أعلنه الكتاب المقدس، وما قالوا الملاك العذراء الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله. المولود إذن طبيعة واحدة، كائن واحد من طبيعتين. والمسيح نفسه أعلن ده، قال أنا والآب واحد، وقال من رآني قد رأى الآب. ولما قام بعد القيامة قال جسوني وانظروني فإن الروح ليس له لحم، يعني لاهوته لم يفارق ناسوته لا حتى في الموت ولا بعد القيامة. ويقول بابا كيرلس الطبائع لم تختلط، يعني ما حصلش اختلاط في الطبائع ولم تمتزج، ولكن الطبائع اتحدت في شخص المسيح. ويقول في شرح تجسد الابن الوحيد، يقول الفروق قائمة تظل كما هي، يعني يظل ناسوت المسيح ناسوتا ولا إنسانيته إنسانية، يأكل ويشرب وينام ويقوم ويبكي، يظل أيضا اللاهوت في شخصه قائم، ولكنه مسيح واحد طبيعة واحدة، كل منهما محتفظ بالتمام بغير اختلاط. وده إيماننا. واحتفظنا بتعبير قوي جدا قالوا البابا كيرلس في مجمع أفسس وحفظوا للعالم كله، يقول احنا نؤمن بأن المسيح ميا ريزوس توثيء لغو سيسار كوميني. ميا ريزوس يعني طبيعة واحدة، وخلي بالكم ميا ريزوس مش مونو ريزوس، طبيعة واحدة. مونو معناها طبيعة واحدة ليست مركبة. ميا ريزوس يعني طبيعة واحدة مركبة. زي ايه؟ طبعا مع اختلاف التشبيهات الأخرى، يعني زي عنقود العنب اسمه عنقود واحد، ولكن العنقود ده فيه أكتر من حباية، فالعنقود واحدة ولكن فيه أكتر من عنصر، ولكن واحدة. ما أقدرش أقول عن عنقود جمع عناقيد، هو عنقود واحد بنفس الفكر. والقديس كيرلس قال مثل مهم جدا، قال زي الإنسان فيه طبيعتين ولكن في كيان الواحد. أنا كإنسان فيا مادة، فيا جسد، وفيا روح. الجسد طبيعة مختلفة عن الروح، ولكن حد يقدر يقول إن الجسد والروح في الإنسان فيا أنا طبيعتين منقسمتين؟ أنا كيان واحد، إنسان واحد، فيا طبيعتين، ولكن من بعد الميلاد، من بعد تم الاتحاد الجسد والروح في أحشاء الأم، صار كيان واحد. وقال يمكننا أن نميز بين الطبائع في أذهاننا فقط، أما في شخص المسيح لا يمكن أن نفصل بين الطبيعتين. يعني إيه؟ يعني أيوة نشوفه بياكل وبيشرب وبيموت على الصليب، لكن نميز هذا الصور في أذهاننا. أما شخص المسيح فهو طبيعة واحدة من طبيعتين. الصراع فضل لحد أما تم مجمع أفسس 431. وفي مجمع أفسس الكنيسة بعد صراع شديد مع النصارى، وبعد صراع شديد بين أتباع نسطور في القصر، كان وقتها جوه القصر في كتير جدا من أتباعه نبلاء ورؤساء للجيش، قدروا يأثروا على سيودوسيوس الصغير في الفترة الأولى، لكن ربنا سمح بأنه يفهم الحقيقة، وأعلن مجمع أفسس حرمان نسطور وحرمان أفكار. لكن النسطورية ما انتهتش، وفضلت أفكار نسطور المحرومة علنا يصيغوها بأفكار أخرى
أخف شوية على الودان من أفكار نسطور. وظهر جماعة جديدة بقى كانت موجودة في العصر ده، من ضمنهم وأخطرهم وأسوأهم ثيودوريت أسقف كورش. هذا الرجل كان صديق نسطور، وهذا الرجل كان كتب ضد البابا كيرلس الكبير كتب، وقال على البابا كيرلس الكبير مهرطق، ورفض مجمع أفسس لكن تحت الضغط وافق عليه. ثيودوريت أسقف كورش راح للاون وأثر عليه، وهو صاحب الأفكار الهرطوقية اللي في منشور لاون اللي احنا بنرفضه في مجمع خلقدونيا. لما مجمع أفسس اتعمل واتحرم، رجع ثيودوريت يعلم ويقول ايه بقى؟ يقول ان الاتحاد بين الطبيعتين، بين طبيعة اللاهوت والناسوت، اتحاد بروسوبون. يعني ايه بروسوبون؟ دي كلمة يوناني معناها اتحاد خارجي. ويقول ايه هي؟ كلمة تعني اتنين ماسكين في ايد بعض يعني. ويقول زي اتحاد الرجل والمرأة في سر الزيجة، لم يكون واحدا في الكيانات، ولكن نستطيع أن نعبر عنهم أنهم شخص واحد، زي ما قال المسيح لم يصير اثنين بل واحدا، ولكن في الحقيقة منفصلين. متخيلين بيتكلم عن اتحاد اللاهوت والناسوت زي اتحاد الرجل والمرأة في سر الزيجة. ويقول البروسوبون معناه وجه خارجي، يعني الشكل من بره إله متجسد، ولكن الطبيعتين لم تتحد. هذا الرجل الخطير جدا لما البابا ديسكوروس قعد على الكرسي بعد البابا كيرلس الكبير، وكان يرى أن بطرك كرسي أنطاكيا ديمونوس يترك له المجال للتعليم، بعت وقال له ازاي سايب ثيودوريت أسقف كورش وإيباس أسقف الراها يعلموا عندك؟ الناس دول هرطقة. ديمونوس لم يلتفت إلى كلام البابا ديسكوروس، ولم يلتفت إلى التعليم الصحيح، مما كان من الضروري أن يتم إعلان مجمع آخر، وخاصة بعد حرمان أوطاخي، لأن أوطاخي كان بيتكلم بصورة تانية متطرفة، قال إن اللاهوت لا الناسوت، يعني بعد ما اتحد اللاهوت بالناسوت مبقاش في حاجة اسمها ناسوت. الكنيسة بتقول أوطاخي مهرطق ونسطور مهرطق، لكن أوطاخي لما اتحرم بعت للإمبراطور وقال له أنا مظلوم، فراح للبابا ديسكوروس الإمبراطور وقال له اعمل مجمع، ادرس حكاية أوطاخي، وادرس كمان النساطرة الجداد دول. فحصل مجمع أفسس الثاني، ووقتها أوطاخي قال أنا أستطيع أن أتوب وأرجع عن الأفكار دي، وأعلن إيمان مظبوط. فالبابا ديسكوروس كان وقتها في 127 أسقف و8 مندوبين من روما أعلنوا أنه أوطاخي قال إيمان مظبوط، خلاص يرجع للكنيسة. أما ثيودوريت أسقف كورش وإيباس أسقف الراها وبعض أساقفة نساطرة قالوا يحرموا لأن أفكارهم مش مظبوطة. ده السبب الأصلي اللي علشانه اتعمل خلقدونيا. ثيودوريت بعد ما اتحرم راح للاون هو ودومينوس بطرك بطرك انطاكيا، ومعاهم بطرك قسطنطينية، وقالوا للاون ان ديسكوروس حرم الأساقفة دي واحنا لازم نرد عليه. فبعت للبابا ديسكوروس وقال له منشور وقالوا له الإيمان بقى اللي هو بيتكلم فيه. منشور لاون بطرك روما حس بنفسه بقى ان هو هيقدر يحط صيغة إيمانية جديدة، فكتب منشور لاون ببساطة شديدة قال جمل تعني ان المسيح طبيعتين منفصلتين، لكن جملة مهمة جدا كاشفة، قال ان المسيح طبيعة واحدة في طبيعتين. ففي طبيعتين دي معناها ايه؟ منقسم،
مش من طبيعتين. وقعد يقول بقى أن الطبيعتين كل منهما يصنعان ما هو في من صورتهم، ولم يقل أن المسيح طبيعة واحدة فعلية. المنشور ده رفضته كنيستنا، وحرمت لاون في مجمع مكاني في اسكندرية. هاج لاون، وقتها مات الإمبراطور الأرثوذكسي القويم الإيمان سودوسيوس، وجي ماركيان ده كان نسطوري، وبوليكاريا أخت الإمبراطور السابق كانت نسطورية أيضا، وعملوا مجمع خلقدونيا، وأصروا على إن الإيمان اللي احنا استلمناه هيتغير من ميا فيسوس توثيقوليو سيسار كوميني، يعني طبيعة واحدة للإله المتجسد، إلى إن المسيح طبيعتين منفصلتين. ولما تكلمهم يقول لك لا احنا بنقول طبيعة واحدة، بس طبيعة واحدة ايه بقى؟ بورسوبون، اللي هو ايه؟ مش اتحاد حقيقي، اتحاد وجه شكل من بره. الكنيسة رفضت خلقدونيا. لحد النهاردة نحن نحكم على خلقدونيا أنه مجمع هرطوقي، وكل من يؤمن بخلقدونيا، أي كنيسة تؤمن بخلقدونيا محرومة من كنيستنا. هم أحرار بقى يؤمنوا بإيه، لكن كنيستنا القبطية قويمة الإيمان مع كنيسة أنطاكيا تحرم كل من يؤمن بمجمع خلقدونيا، وسنظل نحرم أفكار لاون وأفكار خلقدونيا إلى مجيء المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.